مع بيبرس اكاديمي هنتعلم حاجه جديده النهارده. يلا بينا. عندنا جدول فيه بيانات زي كده، فيه عباره عن تاريخ وفيه توتال سيلز وفيه ديسكاونت وفيه النت بتاعتنا، وده الارقام اللي احنا محتاجين تظهر في الشهور. احنا عايزين نعمل عمود واحد جنب الشهور يجيب لي النتائج دي، ومن خلال السلايسر اقلب اللي انا محتاجه ويجيب لي النتائج الجديده بتاعت كل عمود من ده. نعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق كذا خطوه. دلوقتي اول حاجه لازم نتاكد ان المعادلات او التوتال سيلز والديسكاونت والحاجات دي كلها بالنسبه لي عباره عن معادله. يعني ايه؟ يعني انا لازم اجي هنا كده اعمل نيو ميجر اجمالي توتال سيلز. دي اول حاجه. عندنا الديسكاونت لازم يبقى بنفس الطريقه. الميجر لازم يكون الثلاث قيم اللي انا محتاجهم نعملهم في عمود واحد ونشغلهم على سلايسر واحد، لازم يكونوا كلهم ميجر. فعشان كده انا هعمل الديسكاونت والتوتال سيلز والحاجات دي كلها اعملهم معادلة. ادي كده عملنا الديسكاونت والتوتال سيلز. نعمل اخر حاجة معانا اللي هي النت. مثلا نصهم. خلاص كده احنا كده خلصنا اول خطوة، ان احنا اتأكدنا ان الثلاث قيم اللي احنا محتاجين نعملهم سلايسر كلهم معادلات. بعد كده نعمل حاجة ظريفة جدا، نعمل بقى سلايسر بسيط بالاسماء اللي احنا محتاجينها. ونقف على اي جدول من ده ونعمل نيو تيبل ونسميه هنا سلايسر. ونيجي هنا كده نعمل كيرلي براكت ونكتب اللي احنا محتاجينه يظهر في السلايسر. عايزين اول حاجة مثلا توتال سيلز، نعمل ديسكاونت. دي اخر حاجة نقفل الكيرلي براكتس بتاعتنا ونعمل اوكي. واحنا جينا هنا كده بصينا على الموديل بتاعنا وجبنا الجدول اللي احنا عملناه اللي اسمه السلايسر، هتلاقي الثلاث حاجات اللي احنا ضفناهم ظاهرين معانا هنا في الجدول. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنيجي نعمل هنا كده نيو ميجر اليوزر سيلكت. دي احنا هنختار معادلة سيلكت فاليو. المعادلة ديت هنختار الفاليو اللي داخل السلايسر اللي احنا لسه عاملينه ونقفل المعادلة بس كده. يبقى احنا كده عملنا السلايسر. لو احنا جبنا هنا الفاليو السلايسر بتاعنا ادي التلاتة، نعمله سلايسر ونجيب اليوزر سيلكت اللي احنا عملناها. ودي عبارة عن ان انا لو اخترت ده هيظهر معايا هو هنا، اخترت التوتال سيلز هيظهر معايا هنا زي ما انتوا شايفين كده. كده فاضل خطوة واحدة واللي هي المعادلة اللي هتبقى فيها الأرقام اللي هتتبدل بناء على السلايسر واليوزر سيلكت اللي أنا عملته ده. وده هنعمله هنا كده ونختار نيو ميجر جديد. وده هيبقى عامل كده، مثلا نعمل إن ده الأكشوال بتاعنا يساوي، هنختار معادلة سويتش ونقول له ترو. الكلام ده اللي هو مظبوط هيعمل إيه بقى؟ إن لو الموضوع يوزر سيلكت اللي احنا عملناها دي طلعت بتساوي أول حاجة توتال سيلز، هيعمل ايه؟ ادينا توتال سيلز اللي احنا عملناها. طيب تمام. تاني حاجة لو اليوزر سيلكت ده بيتساوي النت دي، ادينا ايه؟ ادينا النت دي. بعد كده اليوزر سيلكت التالت لو بيساوي علامة الديسك كاونت بتاعتنا، ادينا معادلة الديسك كاونت.
لو مفيش اديني بلانك، ونقفل المعادلة على كده ونيجي نشوف ايه اللي هيحصل. شوية اهو، لو احنا فردنا كده الكلام عشان نشوف النتائج بتاعتنا. اكشوال الاول، نشيل الديجيت ديت عشان يبقى احنا عندنا الرقم صحيح. فاحنا دلوقتي انا واقف في السلايسر على التوتال سيز، فاديني نفس ارقام التوتال سيز. لو وقفت على النت بي هيديني نفس الارقام النت اللي موجودة عندنا. لو وقفت على الديسكاونت هتلاقي مديني نفس الارقام للديسكاونت. فكده انا مش محتاج التلات اعمدة دول، اشيلهم من الجدول بتاعي واسيب الاكشوال بس. وبكده يكون حصلت على التلات نتائج اللي موجودة عندي في البيانات. من خلال السلايسر ده يغير لي النتيجة في نفس العمود اللي انا واقف فيه. مجرد ان انا بختار من السلايسر اللي انا عايزه، خلاص كده هو ايه، اشتغل معايا وجاب لي النتيجة اللي انا عايزها. في طريقة تانية احدث من دي بقى بتعملي اسرع بالخطوات اللي انا عملتها بالبرمتر ديت، انا شرحها في فيديو تاني، هسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو ده. وبس كده.